بعثة النادي الأهلي تتوجه للجزائر بمعنويات عالية ورغبة في تحقيق الانتصار على شباب بلوزداد يوم الجمعة للاقتراب خطوة جديدة من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال. الفحوصات الطبية تؤكد سلامة عمرو السولية وقدرته على التواجد مع الفريق أمام شباب بلوزداد في مباراة الجمعة. تواجد عمرو السولية في قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يؤكد أن كل ما أثاره البعض أن الأهلي يفكر في التراجع عن التجديد للاعب بسبب الإصابات المتكررة كلام فارغ وليس له أي أساس من الصحة. رضا سليم يعود للظهور في قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بعد غياب دائم طويلا. طبيب المنتخب الجنوب أفريقي يؤكد للأهلي حاجة بيرسي تاو للراحة أسبوع فقط للتخلص من الإجهاد الذي يعاني منه قبل العودة للمشاركة في المباريات لتجنب تعرضه لأي إصابة. الأهلي يقرر عرض حالة أليو ديانج على أكثر من طبيب متخصص سواء في مصر أو بالخارج لمعرفة القرار الأفضل، سواء الاكتفاء بجلسات التأهيل أو التدخل الجراحي للقضاء على الآلام المستمرة في الركبة تماما. حالة غضب كبيرة تسيطر على جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرض معظم عناصر الفريق لإصابات عضلية رغم عدم لعب الفريق أي مباراة منذ فترة طويلة، والبعض يطالب بتغيير المعد البدني وطبيب الفريق. الأهلي ينتظر نتائج الالتماس الذي قدمه للكاف لقيد محمود الزنفولي في القائمة الإفريقية بعد إصابة الشناوي في المنتخب وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة. رئيس نادي البنك الأهلي يؤكد مرور محمد أبو جبل بحالة نفسية سيئة بعد تراجع الأهلي عن التعاقد معه. مصدر بالأهلي بعد سؤاله هل من الممكن أن يتم تمديد عقد أنتوني موديست في حال تألقه الفترة القادمة أم لا، هذا الأمر سابق لأوانه، ولكن لو تألق وظهر بشكل مميز بلا شك سيتمسك كولر باستمراره مع الفريق وسيتم تمديد تعاقده. الأهلي يؤكد أن الحديث المستمر من قبل بعض المغردين عن عقد الشناوي أصبح مبالغ فيه، وأنه لا صحة مطلقا لما أثير عن اشتراط اللاعب الحصول على 50 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده، وأن حارس الفريق الأول والمنتخب الوطني مازال حتى يومنا هذا يحصل على 13 مليون جنيه سنويا، وسيتم رفع راتبه الفترة القادمة تقديرا لما يقدمه وبقائه مع الفريق ورفض عروض ضخمة من الخليج. حازم إمام يهنئ حسام وإبراهيم حسن على توقيع عقود تدريبهم للمنتخب ويعتذر لهم عن عدم حضور الجلسة. تصريحات ناصر ماهر في أحد البرامج التلفزيونية بالأمس تؤكد أن من أفضل القرارات التي اتخذها الأهلي طوال الفترة الأخيرة هو الإطاحة بهذا اللاعب صاحب العقلية الطفولية. مصطفى مراد فهمي يدرس فكرة الترشح على منصب نائب رئيس الأهلي ضد خالد مرتجي لتعويض الراحل العمري فاروق. الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباراة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية. الحكم الدولي أمين عمر يؤكد تلقي تهنئة من محمد صلاح على ظهورهم بشكل مميز في كأس الأمم الإفريقية وإشادة خاصة من رئيس الكاف. محمد رافت مهاجم الأهلي الشابي يعتذر عن احتفاله أمام الزمالك في مباراة الأمس ويؤكد أنه لم يكن يقصد أي شيء وكان يظن أنه احتفال عادي. ومصدر بالأهلي يؤكد أن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين سيستدعي اللاعب اليوم للتحقيق معه. قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد جاءت كالتالي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. في خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، كريم الدبيس، علي معلول، محمد عبد المنعم، رام ربيعة، ياسر إبراهيم. في خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية وكريم ندفد. تحت الهجوم محمد مجدي، قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم فؤاد. في الهجوم كهربا، أنتوني موديست. استبعد الجهاز الفني كوكا وبيرسي تاو وأليو ديانج ووسام أبو علي والشناوي ومتولي وعبد القادر بسبب الإصابة، واستبعد عمر كمال عبد الواحد والزنفولي بسبب عدم قيدهم. البرازيلي ماركوس بيكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري: قمنا بخيار مثالي بالتحضير لمواجهة الأهلي بمركز سيدي موسى الذي يوفر للاعبين كل الظروف اللازمة. منافسة دوري أبطال أفريقيا صعبة وجميع المباريات مهمة وتتطلب التحضير لها جيدا. عملت على تحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة كونها تحدي مهم، ونأمل في الظهور بمردود جيد خلال هذا اللقاء. مباراتنا أمام الأهلي ستلعب على جزئيات صغيرة، فنحن سنواجه منافس قوي وعنيد وسبق له التتويج بهذه البطولة عدة مرات، وهو ما سيجعل هذه المباراة قوية. لدينا بعض الغيابات بسبب الإصابات إلا أننا نمتلك البدائل المناسبة. الإدارة والطاقم الفني قاموا بأدوارهم لوضع الفريق في أفضل الظروف، ونتمنى أن يكمل اللاعبين المهمة من أجل إسعاد الجماهير. اتحاد الكورة: عقد حسام حسن مع المنتخب ممتد حتى 2026، وهي نفس المدة التي كان ينتهي فيها عقد البرتغالي روي فيتوريا، حيث يستهدف الاتحاد إعداد جيل مميز لمونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
هناك دعم كبير من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة للجهاز الفني الجديد، ونتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن، ثقتنا كبيرة للغاية فيه وفي نجاحه مع المنتخب الوطني. سنوفر له كل متطلباته لتحقيق أهداف المنتخب خلال الفترة القادمة. حسام رفض الحديث في أي شيء خاص بعقده تقديرا لمصر، والعقد معقول جدا، وقال حتى لو رحلت يعني أنا هرفع قضية على بلدي، وإحنا مقدرين هذا الأسلوب في التعامل. التواصل بين مصر والسعودية على مستوى الرياضة مستمر بشكل دائم، ونحن على ثقة في تنظيم بطولة الكاس بشكل مميز للغاية. عمرو فهمي مراسل بي إن سبورتس القطرية. روي فيتوريا توتر خلال بطولة كاس الأمم الإفريقية على غير عادته بسبب البداية الغير موفقة، وبعض اللاعبين كانت تظهر على وجوههم علامات عدم الرضا بسبب عدم مشاركتهم في المباريات منذ البداية، بمعنى أن الأجواء لم تكن مثالية. وأعتقد أن هذه الظاهرة ستنتهي مع حسام حسن، ولن نجد لاعب أكبر من المنتخب الوطني. فيتوريا كان متقبل الانتقادات لكنه اهتز نفسيا بسبب الأداء لأنه لم يكن متوقع، وبالأخص الهفوات الدفاعية. بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية الكل في المنتخب كان صامتا ولا يوجد أحد يتحدث تقريبا. بعض القرارات لم تكن الأفضل في معسكر المنتخب الوطني، على رأسها موضوع صلاح الذي ظهر شخصيا في مؤتمر صحفي ولم يعرض فيه رؤية غيابه المؤقت ولم يتحدث عن سفره لإنجلترا. وفي نفس اليوم خرج يورجن كلوب وقال أن صلاح سيسافر لإنجلترا، وبالتالي كان هناك خلل كبير. الفرق بين حالتي الشناوي وصلاح أن لاعب الأهلي تعرض لإصابة تحتاج لتدخل بمنظار وهي خلع في الكتف، وعندما تعرض لإصابة عضلية في الكاميرون لم يترك المنتخب وانتظر للنهائي. أعتقد أن أزمة صلاح كانت تتمثل في عدم الوضوح من البداية، ثم تضارب البيانات الرسمية وموقف ليفربول. وجود صلاح كان ضروري لأنه له دور أكبر من الملعب فقط، خصوصا أنه حصل على شارة القيادة استثناء بكسر قاعدة الأقدمية تقديرا لمسيرته الكبيرة. أعتقد أن مهند لاشين رفض تسديد ركلة الترجيح الأخيرة أمام الكونغو وهذا واضح، وقرار نزوله من الأساس كان خاطئ لأنه أولا هو كان بعيد عن اختيارات فيتوريا، وانضم للقائمة بعد إصابة أحمد نبيل كوكا، وشارك متأخرا في المباراة ونزل ليشارك في تسديد ركلات الترجيح. والغريب أن مهند سبق وسجل أمام الكاميرون. وأعتقد أن تفاصيل بسيطة أبعدتنا عن الاستمرار في البطولة. ناصر ماهر: عندما كنت سأرحل عن النادي الأهلي لم أكن سأذهب لنادي فيوتشر، كان هناك مفاوضات مع بيراميدز، وقيل لي من أحد المسؤولين في الأهلي أنه لا يجوز أن ألعب أنا وعبد الله السعيد في نفس الفريق حتى لا نقوم بتقوية المنافس، وأصبحنا الآن زملاء في نفس الفريق. لست حزين من أي شخص في النادي الأهلي، وجماهير الأهلي محترمة وكانوا مؤمنين بقدراتي، ورأيت منهم حب واحترام. وعندما يجتمع عليك 2 من أكبر الجماهير في الوطن العربي وأفريقيا هذا ليس شيء سهل. عندما عدت للأهلي من سموحة كنت أفضل صانع ألعاب في مصر بالأرقام، وفوجئت بعدم اهتمام الفريق بي في ذلك الوقت وعدم مشاركتي، ولم أرى شيء سيء من إدارة النادي، وكان القرار من المدير الفني وقتها، وكان من المفترض أن أتعامل بشكل أفضل في النادي الأهلي. وسيد عبد الحفيظ شاهد على الظلم الذي تعرضت له في الفريق وقال لي ذلك، وأنا من اتخذت القرار بالرحيل. عندما كنت في الأهلي حسيت في وقت من الأوقات أنه يمكنني اللعب لنادي الزمالك، فوالدي الله يرحمه كان زملكاوي، وإذا كان متواجد كان سيكون سعيد للغاية بانتقال النادي الزمالك. والدي جعلني أكتشف أن كل زملكاوي بيفهم في الكرة أوي، وشعرت بهذا الأمر منه. هناك فرق بها نجوم كثيرة، ولكن لا يوجد فريق في الوقت الحالي به أساطير مثل نادي الزمالك، وشيكابالا وعبد الله السعيد وعبد الشافي أساطير في الفريق، والأهلي به نجوم كبيرة جدا. مبسوط إني موجود في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كيان واسم كبير، وهم منظومة محترمة ولديهم مجلس إدارة محترمة. كان هناك ضغوط علي حتى لا أنتقل لنادي الزمالك، وصفقة انتقالي تمت في آخر أيام فترة الانتقالات. قالوا لي أن الصفقة فشلت في عصر هذا اليوم، وكان رد فعلي أنه يجب أن تتم هذه الصفقة تحت أي ظرف، وانتقالي للزمالك تحدي كبير.